ايه الاخبار؟ يا رب نكون بخير. بقالي فتره مختفيه، بس انا يعني ايه فقدت الشغف كده فتره، وقلت بقى ارجعه تاني هوب، يعني رجع تاني. معرفش هي دي هرمونات ايه، يعني ما فيش حمل، ما فيش حاجه، فهي الستات كده، مره هوب فوق مره هوب تحت، ما تبقاش فاهم هم عايزين ايه بالظبط. فعادي عادي هنعدي الموضوع. المهم انا استفزني موضوع، فقلت بقى لا، فوقي يا بت، فوقي كده ولعلعي كده وارجعي اتكلمي يعني. الا وهو التأمين الصحي. التأمين الصحي في مصر عايز تأمين صحي، اقسم بالله. من الحاجات البسيطة اللي هنتكلم عنها، يعني الواحد يبقى داخل الدكتور مشلول، مش قادر يمشي، مش قادر يتحرك. كنت حامل في الشهر التاسع، وبقول له يا دكتور، راح بقى للدكتور بقول له مش قادرة اتحرك، تعبانة، مش قادرة، اديني اجازة يومين حتى ولا 3 ولا اي حاجة، اديني اي حاجة يعني، او قعدني لحد مولد، ما خلاص، ما انا فاضلي حوالي اسبوعين واولد يعني. فانا مش قادره يعني اتبهدلت خلاص، مش قادره. فراح قال لي ايه يا مدام، انت كويسه وزي الفل، مين قال لك كده؟ ايوه يا دكتور، بس انا مش قادره امشي، انا ظهري وجعني واعصابي تعباني، وباخد دلوقتي حقن اعصاب، والدنيا بايظه وحالتها بالبلة. انا عارف مصلحتك، انا بقول لك والله انت زي الفل، ما فيكيش حاجه. ايوه طب انا عايزه اجازه، انا تعبان، هو انا الحامل ولا حضرتك؟ يعني مين فينا الحامل؟ انا الحامل، اديني اجازه، مالكش دعوه. المهم من هنا لهنا، ما خدتش اجازه، ما عرفتش اخد اجازه. هو بقى كان يعني اضرب مصلحتي، وعارف ان انا مش متوجعه، بس جاي بستهبل، فما ادانيش اجازه. فاللي هو يا جماعه، امال انا بدفع تامين ليه لو انا تعبانه وداخله لك مشلوله ومسندني؟ يعني انت عايز ايه بالظبط؟ المهم ده موقف تاني. دكاتره الاسنان، وما ادراك ما فلوس الاسنان ومصاريف الاسنان، ويختي محتاجه كارد، ما علينا. قالوا لي ايه يا بنت، ما تروحي كده للدكتور اسنان بتاع التامين، ما انت مشتركه في التامين الصحي بقى، ما انت بتكوعي كل شهر. فقلت اروح. المهم وريت لي الدكتور الضرس، راح قال لي بصي من الاخر كده، الضرس ده مش نافع. ايوه يا دكتور، يعني المفروض ان انا اعمل ايه؟ قال لي نخلعه. نخلعه؟ اه نخلعه، مش نافع. ايوه يا دكتور، بس انا عايزه احشيه، وانا بقول لك هو مش نافع، نخلعه. فاللي هو الدكتور بقى بيقنعني ان الضرس بايظ لازم يتخلع. حضرتك امال انا جايه لك ليه؟ انا مش جايه عشان اخلعه، انا جايه عشان اصلحه. يعني اخلع ايه حضرتك يعني؟ المهم من هنا لهنا الدكتور اتعصب واتنرفز واللي هو قلت له، وانا صممت مش هخلع، يعني مش هخلع، هتعملوا لي يعني هتعملوا. المهم الدكتور عمل الحشو بقى، المهم بس حشينا والحمد لله. فقال لك ايه بقى؟ قال لك الضرس محتاج طربوش. ايوه يا دكتور، طب ما حضرتك يعني ما تكتب لي اي حاجه عشان اركب الطربوش؟ قال لك لا، الطربوش ده حاجه تجميليه، فاعمليها بره. تجميليه ازاي ولا مؤاخذه يعني؟ معلش، ما هو معروف ان العصب لازم له طربوش علشان يثبت، ما خلاص، ما هو الضرس ضعف. فاللي هو منين تجميلي يعني يا جماعه؟ هو انتوا بتقولوا ايه يعني؟ ليه حطيتوها تجميليه ليه؟ هو انا حطاها عشان اتعيق بيه؟ انا حطاها عشان احافظ على الضرس اللي انت عملتهولي. فتضطري برضو تروح لدكتور برضه يعني بره عشان يعمل لك الضرس. فاللي هو امال انا جايه ليه؟ المهم تفضل بقى على كده في التامين الصحي. كنت مع دكتور، بتابع مع دكتور بره برضو لما كنت حامل، فقال لي هنعمل اشعه 4D وبتاع مش عارف ايه. فقلت برضو اروح اعملها في التامين، واروح واقعد طابور من الساعه 7 لحد الساعه 2، والدنيا مقلوبه، بقى ستات كتير، انا مش فاهم في، انا كل ده فاكره ان انا داخله اعمل 4D حضرتك. اتاري اشعه السونار العاديه، بس هو بيطلعها لك على ورقه احيه الطف. يعني انتوا بعدين كل ده عشان اشعه السونار اللي انا بكشف فيها عند الدكتور بره، واللي هو الطبيعي جدا في عياده النساء ان انت اول ما تخش يبقى فيه سونار. فاللي هو ما تبقاش فاهم، هو انت اساسا بتدفع تامين صحي ليه؟ يعني بندفعه. وبعدين احنا الواحد عشان يروح يكشف في التامين الصحي لازم يقعد من الساعه 6 الصبح ولا من بعد الفجر عشان يلحق الدكتور اللي بيجي الساعه 11 ولا الساعه 10. فاللي هو ايه يا جدعان؟ ايه خير ان شاء الله؟ التامين الصحي محتاج تامين صحي. وبعدين دلوقتي في معظم المستشفيات لما تروح التامين الصحي اللي يقول لك بقى ايه، هات لي الحقنه دي من بره، هات لي مش عارف ايه من بره، طب حضرتك امال انا جايه ليه؟ انا بدفع فلوس وبقاعد فلوس كل شهر وكل سنه ليه؟
عشان اقعد اجيب من هنا ومن هنا ومن هنا. فالتأمين الصحي عندنا في مصر محتاج تأمين صحي. ف مش عارفة الصراحة احنا بنكوعي ليه، بس ادينا بنكوعي وخلاص، من ضمن الحاجات اللي بنكوعها كل شهر. يلا الحمد لله، الحمد لله، رضا الحمد لله.